في سر خطير عقلك مخبيه عنك، وهو السبب الأساسي إنك لسه واقف في مكانك ومحققتش اللي بتتمناه. فجأة وبدون أي مقدمات بتلاقي دماغك بترسم فيلم سينمائي، وطبعا أنت البطل فيه. بتتخيل إنك عملت المشروع اللي بتحلم بيه ونجح جدا، أو إنك اتعلمت مهارة صعبة وبقيت محترف فيها، أو حتى بتتخيل ردك القوي المثالي في موقف أو خناقة حصلت معاك من يومين. في اللحظة دي أنت بتحس براحة غريبة، بتحس إنك فعلا حققت الإنجاز ده، وتقوم تنام وأنت مرتاح ومبسوط جدا. بس بتصحى تاني يوم تكتشف انك لسه قاعد في مكانك وما اتحركتش خطوة واحدة. والسؤال هنا، ليه بنكتفي بالخيال وبنكسل نتحرك في الواقع؟ تفتكر العيب فيك وانك شخص كسول؟ الحقيقة لا خالص، العيب في الخدعة اللي عقلك بيعملها عليك عشان يوهمك انك نجحت من غير ما تبذل اي مجهود. كمل معايا الفيديو للاخر عشان هقولك ازاي دماغك بتسرق احلامك وازاي توقف المهزلة دي. عشان نفهم اللعبة دي لازم ندخل جوه دماغك. مخنا البشري على قد ما هو معقد وعظيم، بس لما بنيجي نفرق بين الواقع والخيال المخ هنا حرفيا بياخد بالشبه. المخ ما بيقدرش يفرق بشكل دقيق بين الحدث اللي بيحصل بجد في الواقع وبين الحدث اللي انت بتتخيله بتركيز شديد جوه دماغك. لما بتتخيل نجاحك المخ بيفهم انك حققت الانجاز ده فعلا، فبيبدأ يفرز هرمون السعادة والمكافأة المعروف، وبيعمل حاجة اسمها بريماتشر دوبامين هات او ضربة الدوبامين المبكرة. ببساطة انت اخدت الجائزة الكيميائية والسعادة اللي المفروض تاخدها بعد شهور من التعب، بس اخدتها وانت قاعد في مكانك وما بذلتش اي مجهود حقيقي على ارض الواقع. فبالتأكيد لما تيجي تاني يوم عشان تشتغل بجد عقلك بيقولك تشتغل ليه وتتعب ليه؟ ما احنا اخدنا المكافأة امبارح واحنا مرتاحين. انت هنا شبعت من غير ما تاكل، فبتفقد الدافع الحقيقي للحركة. وهنا لازم نكسر قاعدة قديمة تربينا عليها وبنسمعها كل يوم: خليك إيجابي وتخيل نجاحك عشان تحققه. الحقيقة اللي ممكن تفاجئك إن الكلام ده في علم النفس أحيانا بيكون مدمر. في دراسة اتعملت عن ظاهرة اسمها بوزيتيف فانتزيز أو الخيالات الإيجابية، أثبتت إن الناس اللي بيقضوا وقت طويل يتخيلوا بس النتيجة النهائية الحلوة لأهدافهم بتكون طاقتهم أقل بكتير من الناس التانية، وبيكونوا أقل قدرة إنهم يحققوا الأهداف دي في الواقع. ليه؟ لأن التخيل الزايد بيخلي الجسم يسترخي وضغط الدم يقل وبتحس بهدوء كأن المهمة خلصت، في حين إنها لسه ما بدأتش أصلا. الخيال هنا ما بقاش دافع، ده بقى مخدر. بس استنى، الموضوع مش بس كيمياء ودوبامين، في سبب تاني أعمق بكتير بيخلينا نفضل عايشين في الخيال: الخوف. في خيالك السيناريو دايما مثالي، انت بتنجح من أول مرة، مفيش حد بيرفضك، مفيش فلوس بتضيع، ومفيش إحراج، وكل الناس بتسقف لك. خيالك هو منطقة الأمان بتاعتك، لكن في الواقع مليان عقبات ومجهود واحتمال كبير للفشل. فالعقل الباطن بيخاف ياخد الخطوة الحقيقية عشان الصورة المثالية اللي هو راسمها جوه ما تتشوهش بالواقع الصعب. فبنصاب بحالة اسمها analysis paralysis أو شلل التحليل. نفضل نفكر ونخطط ونتخيل كل التفاصيل لحد ما علينا يستنزف ونتعب قبل ما نبدأ خطوة واحدة على الأرض. فبنختار إننا نعيش الإنجاز الوهمي الكامل على إننا نعيش الإنجاز الحقيقي الناقص. المشكلة الأكبر إن الهروب من الإنجاز الحقيقي ده ما بيقتصرش بس على أحلام اليقظة وأنت مغمض عينك، ده بيمتد لمستوى أعمق وأخبث بكتير. خيال أنت بتصنعه وأنت مفتح عينك وقاعد على مكتبك. عارف لما تقرر تبدأ شغل أو تذاكر أو تفتح قناة، فتقعد تتفرج على 20 فيديو تعليم وتفتح برامج وتقعد 3 ساعات تصمم جداول المهام وتسطب إضافات على اللابتوب بتاعك، بتحس إنك عملت إنجاز رهيب. دي ظاهرة نفسية خطيرة اسمها Productive Procrastination أو التسويف الإنتاجي. وفي فرق شاسع في علم النفس بين الموشن والأكشن، الحركة والتنفيذ. الحركة انك تخطط وتجمع معلومات، وده بيديلك احساس وهمي بالانتاجية كأنك شغال بجد. بس التنفيذ هو انك تطلع النتيجة النهائية، انك تكتب او تذاكر او تشتغل فعلا. العالم بيحب الحركة الوهمية دي لانها بتديله نفس الدوبامين من غير ما تعرضه لخطر الفشل اللي بيجي مع التنفيذ الحقيقي. فبتفضل محبوس في دايرة التحضير الوهمي وتوهم نفسك انك بتتقدم وانت في الحقيقة بتجري في نفس النقطة وما بتحققش اي نتيجة. طبعا كل ده يبان مريح في الأول، بس الأيام بتعدي والسنين بتجري، فجأة الخيال ما بقاش كفاية والسعادة الوهمية بتتبخر، وتصحى في يوم تلاقي شخص تاني يمكن أقل منك في الذكاء والموهبة نفذ الفكرة اللي انت بقالك سنين بتتخيلها أو بتحضر لها من غير ما تبدأ، وعايش هو الحلم في الواقع. وهنا بيحصل الصدام المرعب بين خيالك وبين الحقيقة، وبتبدأ تحس بأكبر ألم ممكن إنسان يحسه: الندم. تندم على الفرصة اللي ضاعت، وتندم انك استخسرت تتعب في الحقيقة واستسهلت تتخيل وتخطط. لان السعادة الوهمية بتدوم دقايق، بس ألم الفرصة الضايعة هيفضل يطاردك وتندم على سنين.
عشان نلخص كل اللي فات ونطلع بفايدة، طول ما انت بتكافئ عقلك بالخيال والتحضير الزايد، عقلك عمره ما هيديلك طاقة للتنفيذ في الواقع. التفكير الإيجابي مطلوب بس لوحده فخ. طب الحل إيه؟ الحل في تكنيك علمي اسمه mental contrasting أو التباين العقلي. يعني أول ما تتخيل هدفك وتفرح بيه، اقف لحظة واجه نفسك واسأل إيه أكبر عقبة حقيقية هتقف في طريقي بكرة الصبح وأنا بنفذ ده. أول ما تتخيل العقبة والتعب والمشاكل، عقلك هيفوق من التخدير، والدوبامين الوهم هيقف ويبدأ يفرز طاقة حقيقية تستعد بيها للمعركة اللي بجد. وقبل ما نقفل أسيب لك سؤال تفكر فيه: هل مستعد تتنازل عن سعادة الخيال المضمونة عشان تبني نجاح حقيقي مليان مخاطرة، ولا هتفضل ضيف شرف في قصة المفروض تكون انت بطلها؟